السلام عليكم، اهلا بيكم معانا وحلقه جديده من حلقات مطبخ اسماء وسلمى. هنعمل مع بعض النهارده ان شاء الله جمبري بيتر فلاي. ايوه، جمبري يعني كميه عاليه من الفيتامينات والعناصر الغذائيه والبروتين زي فيتامين د والكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم. عشان كده هو مفيد في علاج امراض العظام وتنكس العظام، وطبعا هو مصدر جيد لليود اللي بيساعد في انتاج هرمونات الغده الدرقيه. ايوه، هنعمل بقى الجمبري بتاعنا بيتر فلاي. هفتح الجمبري من تحت من ورا كده، واشيل الحبل الرملي اللي موجود فيه واغسله طبعا كويس. واغسله كويس، طبعا انا بغسله بفلفل اسمر وليمونه كده. ما بحاولش ان انا احط له ملح ولا كده عشان الجمبري بيملح بسرعه. هرصه بقى في سيرفيس بايركس بالشكل ده كده، وافتحه. ايوه، بالشكل دوت عشان ابدا بقى اتبله طبعا تتبيله مفيده خالص. ايوه، هجيب بقى الكبة بتاعتي واحط فيها مقطعة طماطمايه كده مكعبات، احط فيها الطماطمايه والفلفل الاخضر بتاعي، وهحط الكزبرة والكمون والشطة والملح والثوم. ايوه، ومعلقة خل ومعلقة ليمون بالشكل ده. ايوه، وهحط طبعا معلقة مستردة، المستردة بتاعتنا الجميلة المفيدة اللي هكلمكم على الفوائد بتاعتها. ده ما طلعتش صوص المستردة، ده طلع صوص نبات الخردل. نبات الخردل الرائع اللي هو بيقلل من ازمات الربو التنفسي، المفيد لصحة القلب وعلاج نزلات البرد والسعال وارتجاع المريء، اللي بيخلي الشعر لامع وصحي، اللي بنعمل منه زيت الخردل وبيخلي الشعر جميل. هتبل التتبيلة بتاعتي بقى في الجمبري بالشكل ده كده. هغرق الجمبري بتاعي بقى بالتتبيلة الجميلة بتاعتي دي. ايوه، بالشكل ده. وهبدا احط الجمبري بتاعي بقى في الفرن على درجه حراره 180. هشغل من تحت بس مش هشغل من فوق عشان ما ينشفش مني. وهبدا بقى هنا المرحله ديت هعمل صوص المستردة. معلقه زبده هسخنها كويس واحط عليها معلقه مستردة، عليها معلقه دقيق، وبعدين ازود بقى الكريمه اللباني بتاعتي. وطبعا انا كنت عصره ليمون حطيته، لو في برتقان هزود البرتقان بس ما كانش عندي برتقان. لقيت الصوص تقل مني كده، فحطيت له شويه ميه سخنين، وفي الاخر خالص بدوق الصوص وبحط كميه الملح المناسبه. واصبح كده الصوص بتاعي جاهز هو كمان. ايوه، والجمبري بتاعي كمان بقى جاهز بالشكل دوت، ما خدش 5 دقايق تسويه بالظبط بالشكل الرائع الجميل ده. ريحته ما شاء الله خطيره وطعمه كان رائع. ده شكل الوصفه بتاعتنا بقى. لو عجبتكم ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس، ونتقابل على خير في وصفه جديده مفيده من وصفات مطبخ اسماء وسلمى.